السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب حبايبي طلاب المرحلة الإعدادية في كل حتة في مصر، من اسكندرية أسوان، طلاب يوسف البدري وبس. النهارده مستر جايين بمراجعة شهر إبريل. الله بقى مستر كده عايزك كده تشد حيلك لطلاب مين يا مستر؟ قال لي طلاب سنة أولى إعدادي. يلا شد حيلك طالب سنة أولى إعدادي كده يلا. يلا الدرس بقى. بيقول لي ايه هي طاقة الحركة؟ قال لي الطاقة التي يكتسبها الجسم نتيجة حركته أو الشغل المبذول أثناء حركة الجسم. تمام يا مس. قال لي ما معنى أن طاقة حركة الجسم تساوي 5 جول 50 جول. قلت له أي أن الشغل المبذول أثناء حركته يساوي 50 جول. قال لي يا مستر زي إيه مثلا؟ قلت له دلوقتي في عندي مثال الكرة، كرة صغيرة وكرة كبيرة ومستوى مائل، مرتين مختلفين ودلو. قال لي يا مستر انا هخلي اللي يحصل. قلت له انا هخلي الكور دي تنزل مع المنحدر ده. تمام، بس في حاجة. إيه اللي هيحصل؟ قال لي اترك الكرة الصغيرة الكتلة تسقط من على مستوى المائل في الشكل الاول مرة، ومستوى الشكل المائل الثاني مرة تانية. قال لي ماذا نلاحظ؟ قال لك الملاحظة: تتحرك الكرة الأولى في الشكل الواحد بسرعة صغيرة فلا يسقط الدلو. قال لي يعني أنا دلوقتي لو مسكت الكرة الصغيرة دي وحدفت بيها فما الدلو ما اتحركش، كان ثابت. قال لي أما التانية فالتاني أثر عليه بقوة، فكان القوة المتحركة دي كانت كبيرة فالدلو كانت واقعة. قال لي توقف طاقة حركة الجسم اللي هو المتغير التابع على كل من الجسم وسرعته اللي هو المتغير المستقل. قال لي من الشوط السابق نستنتج أن كتلة الجسم، قال لي كتلة الجسم دي الشغل الذي تبذله الشاحنة أكبر من الشغل التي تبذله السيارة رغم أن تساوي سرعتهما. قلت له لأن طاقة الحركة تزداد بزيادة الكتلة وبالتالي يزداد الشغل المبذول عليها لحركة الشاحنة. قال لي سرعة الجسم V. قال لي الشغل الذي تبذله السيارة الزرقاء اللي هي ده أكبر من الشغل التي تبذله السيارة دي، تمام، وبالتالي تسرعها. قال لي الكاينيتيك انرجي الكي اي تساوي نص ام في سكوير تربيع. يبقى نص الكتلة دي كتلة، تمام، ودي سرعة. يبقى الكاينيتيك انرجي بتساوي نص الكتلة في مربع السرعة. يعني كطاقة الحركة بتتناسب مع مربع السرعة. كل ما مربع السرعة زاد كل ما طاقة الحركة تزيد، مش بتتناسب مع السرعة، بتتناسب مع مربع السرعة. قال لي مسألة: احسب طاقة الحركة لكرة معدنية كتلتها 2 جرام، يعني كده دي الام، تتحرك بسرعة مقدارها 3 متر كل ثانية. تمام يا مستر. يعني دلوقتي الكي اي بتساوي نص ام في تربيع بتساوي الام عندي باتنين في 3 بتساوي كام؟ بتساوي 6. في هنا نص، في هنا التربيع، ركز معايا، كده هتساوي 9. تمام يا مستر. طب دي بتتقاس بوحدة ايه؟ بتتقاس بوحدة الجول. قال لي احسب كتلة جسم طاقته الحركة اللي هي الكاينيتيك انرجي بتساوي 54 جول، يتحرك بسرعة مقدارها 2 متر كل ثانية. فأنا دلوقتي تساوي نص ام في سكوير. أنا دلوقتي عايز أحسب الكتلة، فأنا هقسم دلوقتي الكاينيتيك انرجي على نص الام، على نص السرعة تربيع. فكده هتساوي ايه يا مستر؟ قال لي كده هتساوي لي الكتلة. طب أنا دلوقتي أنا عندي 2 في الكاينيتيك انرجي عشان الاتنين دي طلعت فوق عشان دي رياضة، المفروض أنت تبقى فاهم رياضة.
2 دي طلعت فوق يا مستر، يعني كده 2 في الكاينيتيك انرجي، الكاينيتيك انرجي عندي ب 54. تمام يا مستر. طب السرعة تربيع، السرعة تربيع اللي هي 2 تربيع، كده هيطلع لي بكام؟ ب 27 كيلو جرام. بس بسرعة الجسم كتلته 5 كيلو جرام وطاقة حركته 9 كيلو جول. قال لي ايه الدنيا في دول يا مستر؟ قلت له انا عايز احسب السرعة. السرعة احنا اتفقنا ان هي بتساوي، قلنا ان الكاينيتيك انرجي بتساوي، انا هقول لك انا بفهمك ازاي القانون ده جه، مش عايزك تبقى جاكهون كده وتحفظه ازاي وتحفظه خلاص. نص ام في تربيع، صح ولا غلط؟ صح يا مستر. دلوقتي انا عايز اجيب السرعه، يبقى اجيب السرعه لوحدها في تربيع، يبقى كده الفي تربيع بتساوي، شد شرط القوس كده، 2 كي اي على ام. بس انا دلوقتي دي تربيع، انا عايزها يبقى اخد الجذر، يبقى التربيع ده يتشال، يبقى في بتساوي جذر كي 2 كي اي على ام بتساوي ايه يا مستر؟ تساوي جذر 2 كي، يبقى كده 2 في دي 9 كيلو، دي هتبقى نضربها 9 في 10 في 1000 اللي هي 10 أس 3 هتساوي لي كام؟ 9000. 9000 جول. يبقى كده في 9000 هي على ايه يا مستر؟ على الكتلة. الكتلة اللي هي هنا بتساوي كام؟ اللي هي بتساوي لي 5. فلما خدنا وحطينا كل ده على الآلة يا مستر قال لي ان هو هيساوي 60 متر لكل ثانية. قال لي احسب طاقة الحركة لجسم كتلته 600 جرام يقطع مسافة مقدارها 200 متر خلال وحدة الزمن قدرها 10 متر 10 ثانية. فأنا دلوقتي يا مستر عايز أجيب الكاينيتيك انرجي. أنا دلوقتي أول حاجة أنا شفت دلوقتي 600 جرام، هل دي تنفع بالجرام؟ لا يا مستر، يبقى 600 اسمع على 1000. تمام؟ فكده يبقى عندي 6، ده راح مع ده وده راح مع ده، ده راح وده راح بقى هنا وده هنا، يبقى كده يا صاحبي 6 من 100. كده مستر 6 من 10 مش 6 من 100. تمام؟ فكده عندي السرعة. السرعة احنا جبناها مستر ان هي بتساوي المسافة على الزمن، يبقى في بتساوي دي على تي. كنا واخدينه. تمام؟ فكده هتساوي يا مستر؟ قال لي هتساوي 20 قصدي على ايه يا مستر؟ على 10. فكده هتساوي 2 متر لكل ثانية. دلوقتي بقى عندي الكتلة وعندي السرعة، يحسب يا مستر يطلع لك 1.2 جول. كده في عندي العلاقة بين طاقة الحركة، حركة الجسم وكتلته ومربع سرعته. قال لي من الآخر يا مستر عند ثبوت سرعة الجسم طاقة الحركة تتناسب مع الكتلة. طب قال لي عند ثبوت الكتلة تتناسب طاقة الحركة مع مربع السرعة. مع مربع السرعة مش مع السرعة، مع مربع السرعة، وركز في دي عشان دي بتيجي في الامتحانات. تمام؟ مع مربع السرعة مش مع السرعة ذات نفسها، مع مربع السرعة، ركز في دي. قال لي ماذا يحدث عند زيادة كتلة الجسم للضعف بالنسبة لطاقته طاقة الحركة عند ثبات سرعته؟ ايه اللي يحصل يا مستر؟ قال لي تزداد طاقة الحركة إلى الضعف. طبيعي إن أنا زودت سرعة الجسم. قال لي أنا زودت كتلة الجسم. طالما زودت كتلة الجسم للضعف تزداد سرعته، تزداد طاقة الحركة للضعف. قال لي عند زيادة كتلة سرعة الجسم للضعف بالنسبة لطاقة الحركة عند ثبات الكتلة، ايه اللي يحصل يا مستر؟ قال لي تزداد طاقة الحركة ل4 أمثال.
ازاي؟ انا دلوقتي مش احنا عارفين يا مستر ان الكي اي تساوي نص ام في سكوير. انا هخليك تحل الاسئله دي كده سهله، ام في تربيع. صح؟ صح يا مستر. كده الكي اي نص ام في تربيع. عوض. دلوقتي كانت عندي وليكن مثلا كي اي دلوقتي يعني اقول مثلا نص، عندك الكتله ثابته بخمسه، 5 كيلو جرام. قول مثلا وليكن السرعه كانت بخمسه برضه، 5 تربيع. شوف الكلام ده هيطلع لك بيه يا مستر. نص في الكلام من ده، ثواني نحسبها. خمسة من 10 في 5 في 25. قال لي عايز اقول مستر 62 ونص. طب انا دلوقتي عايز اعرف لو انا زودت سرعة الجسم للضعف، سرعة الجسم 5 دي هزودها للضعف، ضعف الخمسة 10، يعني كده نص في 5 في كام يا مستر؟ في 10 تربيع. اللي هيحصل 10 تربيع يعني 100. قالت لي بقت 250. يبقى كده انا هقسم 250 دي يا مستر على دي، اللي هو 6 2 علامة 5، زادت لي الأربع أضعاف. فأشوف قال لي هنا طلعت لي بأربعة، فكده معناها إن هي زادت لي الأربع أضعاف. بس يا مستر تحل، عايزك تحل كده بالفهم، مش عايزك تحل تكون حفيظ وبهيمة. ما بتبقاش بهيمة، ما بحبش البهايم أنا. قال لي زيادة كتلة الجسم إلى الضعف ونقصان سرعته إلى النصف بالنسبة لطاقة الحركة. قال لي اللي يحصل يا مستر، قال لي تقل طاقة الحركة للنص، ده الطبيعي يعني. قال لي انتبه، طاقة حركة الجسم الساكن تساوي صفر لأن سرعة الجسم تساوي زيرو. ده الطبيعي يعني، لو واحد بيتحرك واحد قاعد واقف، أنا كده طاقة الحركة بتاعتي كام؟ صفر. أنا ما بتحركش. طب اتحركت كده، كده طاقة الحركة بتاعتي كام؟ هنحسب بقى طاقة الحركة بتاعتي. تمام؟ قال لي قارن طاقة الوضع وطاقة الحركة. طاقة الوضع الطاقة المختزنة جوه الجسم، طاقة الحركة الطاقة التي يكتسبها الجسم نتيجة حركته. قال لي القانون المستخدم هنا البي اي بتساوي ام جي اتش. قال لي اما هنا الكاينيتيك انرجي بتساوي نص ام في سكوير. قال لي العلاقة بين طاقة الوضع وطاقة الحركة. قال لي البندول البسيط. قال لي البندول البسيط انا دلوقتي بسحبه بقوة، دلوقتي هو بيخزن قوة. تمام؟ تعالى هنا في البتاع دي، مش دلوقتي هو كده بيخزن قوة هنا، فانا هسيبه طالما هو بينزل، طالما هو كده بيتحرك، فكده هو بيثبت طاقة الحركة بتاعته وبيخزن يا مستر، بيخزن طاقة وضع. فهنا بيخزن طاقة الوضع، طاقة الوضع هنا بتكون كبيرة. طالما طاقة الوضع هنا بتكون كبيرة بتتحول لطاقة حركة، فطاقة الحركة هنا بتكون كبيرة. ترجع كده مستر، وكده البندول أصلا بيبقى مش شغال كده. قال لي مستر كده، قال لي كده تزداد طاقة الوضع وكده تزداد طاقة الوضع. قال لي طب كده مستر تزداد طاقة الحركة وتزداد طاقة الحركة كده. تمام؟ قال لي الطاقة الميكانيكية. قلت له ايه يا مستر الطاقة الميكانيكية؟ قال لي مجموع طاقتي الوضع والحركة. قال لي يعني مجموع طاقة البي اي والكي اي. دلوقتي مستر لو انا رميت القلم ده، شايف كده، لو هو واقف هنا وكده ماسك ايه عنده كده طاقة الحركة، هو كده سرعته بتساوي صفر. هل عنده طاقة حركة؟ لا، بس كده هو عنده طاقة وضع. فلو حذفته طاقة الوضع بتاعته بتزيد، طاقة الحركة بتاعته بتزيد، اما طاقة الوضع عنده بتقل. طب في الحالة دي، في حالة السكون بتكون طاقة الوضع بتكون كبيرة، اما طاقة الحركة بتكون صفر. تمام؟ وده اللي عندنا هنا. قال لي مسائل عليها بقى، مش مسائل دي يا باشا تحلها لي وتبعتها لي على الواتساب. تمام؟ قال لي توليد الكهرباء من السد العالي.
قال لي ايه اللي بيحصل يا مستر؟ قال لي تتحول طاقه الوضع بتاعت الميه اللي هي المحتجزه خلف السد الى طاقه حركه عند اندفاعها الى الاسفل. يعني دلوقتي اهو هنا دي بتكون توربينات والدنيا، قال لي دي بتتحول من طاقه وضع لطاقه حركه في دار التوربينات، وده بيولد لي طاقه كهربيه اللي هي بتولد كهرباء بصفه مستديمه طبعا. قال لي الكره الهدامه، قال لي تصنع الكره الهدامه دي من الفولاذ وتكون ثقيله جدا ومعلقه على ارتفاع كبير. تمام؟ تكون معلقه كده على ارتفاع كبير. قال لي دي مستخدم فيها مستر، تستخدم في هدم المباني القديمه. قال لي دي كره كبيره مكونه من حديد، فولاذ. عارف يعني ايه فولاذ؟ يعني فولاذ. قال لي يا مستر دي عامله شبه البندول، حذفتها خلصت الدنيا، الله يرحم الناس اللي قاعده في البيت. بس مش عايز اطول عليكم كده. الدرس التاني في الوحده التانيه انتهى. دلوقتي معانا الوحده التالته مستر، ودي بتتكلم بقى على ايه يا مستر؟ بتتكلم بقى على ايه؟ بتتكلم على البيئه والوراثه. طب يا مستر البيئه والوراثه ده مستر؟ قال لي هندرس فيها العلاقات الغذائيه في الجماعات الحيوانيه، إيه اللي بيحصل، ازاي بياكلوا، كل حاجه. قال لي والصفات الوراثيه والطفرات. قال لي اول حاجه ما هو النظام البيئي؟ قال لي تعلمنا سابقا ان النظام البيئي هو عباره عن مساحه طبيعيه تتكون من كائنات حيه او مكونات غير حيه. الارض بتاعتنا ده نظام بيئي، اي حاجه نظام بيئي. تمام؟ لازم توفر فيها شرطين، تكون مساحه طبيعيه وتتكون من كائنات حيه ومكونات غير حيه. قال لي زي ايه مكونات حيه؟ زي النبات والحيوانات والانسان. قال لي طب ايه مثلا مكونات غير حيه؟ قلت له زي الميه والهواء والتربه. اهو بص النظام البيئي بتاعنا. قال لي يتضح من الصوره السابقه ان مستويات النظام البيئي مترتبه كالتالي. قال لي الفرد او الكائن الحي ده لازم ينتمي لنوع معين من الكائنات الحيه. زي ايه مثلا مستر؟ نوع واحد من النبات او نوع معين من الحيوانات. قال لي جماعات الحيوانات دي يا مستر بتكون مجموعه من انواع الافراد، النوع الواحد الذين يعيشون في مكان واحد وزمان واحد. في عندي المجتمع الحيوي. عندي المجتمع الحيوي ده مستر افراد الجماعات المختلفه التي تعيشون في نفس البيئه. يعني هو دلوقتي في مجتمع في كذا حاجه، مثلا في كذا حاجه، فده كان مجتمع حيواني. طب مجتمع البيئه مستر، المجتمع البيئي ده بقى اللي هو او النظام البيئي ده يشمل المساحات الطبيعيه التي تتكون من كائنات حيه ومكونات غير حيه. يعني بيبقى في تربه، في ميه، في نور، في كهرباء، في غاز، في حيوانات، في كل حاجه، كونات غير حيه وكونات حيه. قال لي النوع الوحده الاساسيه لتصنيف الكائن الحي. قال لي النوع ده هو الوحده الاساسيه لتصنيف الكائن الحي. احفظ معايا واكتب معايا كده يا باشا، يلا. النوع الوحده الاساسيه لتصنيف الكائنات الحيه. قال لي انماط التفاعلات الغذائيه بين افراد الجماعات الحيوانيه. قال لي انماط العلاقات الغذائيه عندي اول حاجه الافتراس والتنافس وتبادل المنفعه والمعيشه. عندي 4 انماط، ايه هم؟ افتراس، تنافس، تبادل، معيشه. افتراس، تنافس، تبادل منفعه، معيشه. افتراس، تنافس، تبادل منفعه، معيشه. اول حاجه الافتراس، واحد بياكل واحد، خلصت. زي يا مستر قال الافتراس علاقه غذائيه بين كائنين احدهما يستفيد من العلاقه ويسمى المفترس. يعني انا دلوقتي مثلا لو بستفيد من العلاقه بتاعتنا كده انا مفترس، انا اللي باكل. يعني الانسان ده يعني ايه؟ بياكل مثلا الفراخ، بياكل الحيوانات والكلام ده، فالانسان ده كان مفترس. تمام؟ وايضا والاخر يضر او يفقد حياته ويسمى بالفريسه. يعني دلوقتي وليكن عندنا في النظام البيئي في عندنا الاسد بياكل اي حاجه قدامه حيه ميته بياكلها، فكده مفترس. طب الفريسه اي زي الغزال، الكلام من ده. قال لي التنافس،
يعني ايه تنافس؟ احنا دلوقتي واحنا قاعدين عاملين مجموعه على واتساب مثلا، وبنسال فيه اسئله، بندردش مع بعض، بنشوف الدنيا حصل ايه، طب ايه الدنيا، طب ايه يا مستر هنعمل ايه، الكلام من ده. هيحصل ايه؟ قال لي مش بنقعد نتشاور مع بعض وبيبقى في بنتنافس، عايزين ناكل بسرعه وكلام من ده، وكل واحد عايز يطلع الاول. قال لي هو ده التنافس. قال لي التنافس هو علاقة غذائية بين كائنين حيين من نفس النوع، يحدث تنافس بينهم على موارد غذائية يوجد بكميات قليلة منها، وهو ما يؤثر سلبا على نموهما أو بقائهما. قال لي تبادل المنفعة، باخد وبديك. تمام، يعني أنا دلوقتي مثلا باخد منك حاجة وبديك حاجة مكانها بس. قال لي تبادل المنفعة علاقة غذائية بين فردين يستفيدان كل منهما من الآخر دون وقوع ضرر على إحداهما. يعني أنا دلوقتي بستفيد منك بس ما وقعش عليك ضرر، هو ده تبادل المنفعة. زي إيه يا مستر مثلا؟ قال لي العلاقة الغذائية بين النحل والأزهار. قال لي عندك النحل يستفيد من النبات بامتصاص الرحيق بتاعها من الأزهار. قال لي طب النبات ده بيستفيد منه بانتقال حبوب اللقاح على أجسام النحل من الزهرة إلى أخرى لحدوث عملية التكاثر الزهري. يعني عملية التكاثر الزهري بتحصل إزاي يا مستر؟ النحل بياخد الرحيق ده وبياخد الحبوب اللقاح دي وينقلها على زهرة تانية، فبيحصل عملية اسمها عملية التكاثر الزهري. كده في عندي رابعا المعايشة. قال لي المعايشة مستر هي علاقة غذائية بين فردين أحدهما يستفيد ويعرف بالمتعايش، بينما الفرد الآخر لا يستفيد وتعود عليه بالإفادة ولا يقع به بالضرر. يعني بمعنى أصح ما بيحصلوش حاجة، بس هو يعني إيه بمعنى أصح؟ باخد منك حاجة بس أنت ما بتتضرش بس. قال لي المتعايش الكائن الذي يستفيد من علاقة المعايشة. قال لي طب المضيف الكائن الذي لا تعود عليه فائدة ولا يقع عليه بضرر. يعني بمعنى صح زيه زي قلته، المهم ان هو بيفيد بس. زي ايه مثلا؟ عندنا الطائر ده يستفيد من التغذية على بقايا الطعام التي تخلخل من الأسنان التماسيح. قال لي يعني هو بيقف على بق التماسيح دي يقعد يقزقز اللي جوه كده. طب ايه ده؟ قال لي هو بيتغذى كده، هو مزاج كيفه يا عم، هنعمل له ايه؟ هو كيفه كده، اعمل له ايه انا مالي يا عم. قال لي التمساح ما بيستفادش ولا بيتضر. تمام؟ ده اسمه كائن مضيف بقى. قال لي سريان الطاقة بين الكائنات. قال لي تحتاج جميع الكائنات الحية إلى طاقة من أجل البقاء على قيد الحياة. يعني أنا دلوقتي وأنا بشرح لك يا حبيبي أنا محتاج طاقة، صح ولا غلط؟ يعني لو ما فيش طاقة مش عارف أشرح لك. قال لي إزاي يا مستر؟ قلت له تنتقل الطاقة بين الكائنات الحية. قال لي انتقال الطاقة ده بيحصل إزاي؟ قال لي مستر، قال لي انتقال الطاقة ده تحصل الكائنات المنتجة على الطاقة الشمس، والتي تعد المصدر الرئيسي للطاقة على سطح الأرض، وينتقل جزء من الطاقة إلى الكائنات الحية الأخرى في مسارات مختلفة وتتضمن عدة مستويات عبر سلاسل الغذائية. يعني بص يا مستر دلوقتي بدينا بالشمس، الشمس دي خلت الحشائش دي تعمل الغذاء بتاعها، والغذاء ده اتنقل للنبات، والنبات ده اتنقل للتعبان، والأرنب ده اتنقل للتعبان، والتعبان ده مستر اتنقل للنسر، والنسر ده قال لك يا مستر اتغذى عليه البكتيريا والفطريات، والبكتيريا والفطريات دي ترجع تاني يا مستر للحشائش وكلام من ده. كده في عندي السلاسل الغذائية. السلاسل الغذائية دي يا مستر حاجة سهلة وبسيطة كده مستر ممكن نعرفها سوا. يعني هو الدرس بسيط والوحدة لذيذة يعني مفيهاش حاجة. قال لي يتم تمثيل المسار الذي تنتقل فيه الطاقة بأسهم، يعني كده زي ما احنا قلنا كده. قال لي السلاسل الغذائية مسار انتقال الطاقة في صورة غذاء عند انتقالها من كائن حي إلى كائن حي آخر داخل النظام البيئي. مثال على السلاسل الغذائية:
زي ايه يا مستر؟ عندي الحشائش وعندي الارنب. قال لي الحشائش دي بيتغذى عليها الارنب، صح ولا غلط؟ صح. قال لي والارنب ده بيتغذى عليه التعبان، التعبان بيجي ياكله. قال لي والتعبان ده اللي بياكله النسر. قال لي والنسر ده بيتغذى عليه البكتيريا والفطريات. قال لي يمثل كل كائن حي في السلسلة الغذائية السابقة مستوى غذائي. قال لي تتكون أي سلاسل غذائية سواء كانت برية أو مائية أو صحراوية من عدة مستويات غذائية. زي إيه يا مستر؟ قال لي المستوى الغذائي، قال لي إيه هو؟ قال لي المرحلة التي تنتقل فيها الطاقة خلال السلسلة. المستوى الغذائي المرحلة التي تنتقل فيها الطاقة خلال السلسلة. اكتب ورايا يا حبيبي، أنا مش بشرح كده وخلاص. اعرف معايا واحفظ معايا وذاكر معايا، عشان أنت يعتبر عايزك تبقى قاعد ورايا كده بتكتب كل حاجة أنا بقولها علشان تركز، وفي نفس الوقت ما تسرحش مني. وبعد خلاص بعد ما اخلص الفيديو خلاص انا كده خلصت انت مذاكره، فاهم؟ فانت يا دوبك هتقرا اللي انت قريت كتبته وخلصت. قال لي تصنيف الكائنات الحيه حسب طريقه التغذيه كالتالي. قال لي كائنات منتجه، وكائنات مستهلكه، وكائنات محلله. قال لي طب ايه ده يا مستر؟ مش فاهم حاجه. قال لي الكائنات المنتجه دي اللي بتنتج، اللي بتغذي كل حاجه. زي ايه مثلا؟ زي النبات. قال لي ده بياخد الطاقة المباشرة من ضوء الشمس، وده تمثل المستوى الأول في السلاسل الغذائية. ما الذي يمثل المستوى الأول في السلاسل الغذائية؟ النبات أو الكائنات المنتجة. عندي الكائنات المستهلكة، كائنات غير ذاتية التغذية. قال لي طب ايه ذاتية التغذية؟ عندنا قلنا الكائنات المنتجة. قال لي تحصل على الطاقة من الكائنات المنتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. تمام يا مستر؟ وده بيمثل عدة مستويات سواء كان تاني أو تالت أو رابع أو خامس. زي إيه مثلا يا مستر؟ زي الأسد والدب والغزالة. قال لي كائنات متحللة. زي إيه مثلا يا مستر؟ زي عندي البكتيريا والفطريات، دي بتتغذى على سلاسل على الكائنات الحية برضه. تمام؟ ودي بتعتبر المستوى الأخير في السلاسل الغذائية. علل. تعتبر النباتات ذاتية التغذية لأنها تصنع غذائها بنفسها. قال لي تصنيف الكائنات المستهلكة حسب الدرجة. في عندي كائنات مستهلكة أولى، وكائنات مستهلكة ثانوية، وكائنات مستهلكة ثالثية. عندنا كائنات مستهلكة أولية، ودي اللي بياكل العشب. أول واحد تتغذى على الأعشاب والنباتات الخضراء. زي إيه مثلا يا مستر؟ زي الأرانب وزي الماعز وزي الحصان وزي الطيور وزي الغزلان وزي السلاحف. عندنا كائنات مستهلكة ثانوية وكائنات مستهلكة ثالثية، دي اللي بياكلوا اللحم. تمام؟ تتغذى على الحيوانات الاكله العشب. زي ايه مثلا مستر؟ زي الثعلب وزي البومه وزي الفار. في عندي تتغذى اكلات اللحوم زي مثلا زي النمر والصقر والذئب والاسماك والقرش. قال لي يعتبر النسر من الكائنات الغير المستهلكه، بتقول ان هو مش بيصنع غذائه في نفسه. تمام؟ فهو بيعتبر من الكائنات الايه؟ المستهلكه. قال لي تصنيف الكائنات المستهلكه حسب نوع الغذاء. في كائنات حيوانيه عشبيه، وكائنات بتتغذى على اللحمه، وكائنات كارتيه، وكائنات الكنسيه. تمام يا مستر؟ تمام يا حبيب قلبي. دي بتتغذى على قواطع، تتميز بوجود قواطع لتقطيع اللي هي مصر تقطيع النباتات. قال لي لما هنا دي بتتميز بان هي عندها انياب حاده. تمام؟ لتمزيق الفرائس. قال لي هنا دي بقى تتغذى على النباتات والحيوانات. زي ايه مثلا زي الدب والغزال والغراب والفأر والقنفذ. قال لي لما هنا ده بيتغذى على بقايا الكائنات الميته زي الضبع والنسور. قال لي قارن بين الكائنات المحلله وكائنات الكانسر. دلوقتي هي دي كائنات تحلل المواد العضويه في اجسام بعض الكائنات بعد موتها الى مواد بسيطه تخلط بالتربه. زي مثلا زي البكتيريا والفطريات.
قال لما الكائنات التانية حيوانات تتغذى على بقايا الكائنات الميتة دون تحليلها، زي النسور والضبع، بياكل حاجة ميتة عادي يعني. قال لي تطبيقات حياتية. قال لي الزراعة المستخدمة. قال لي استفاد من دراسة السلسلة الغذائية في تصميم أنظمة الغذاء تستخدم فيها الكائنات الحية في القضاء على الآفات الزراعية. قال لي الزراعة المستخدمة أسلوب زراعي يهدف إلى تلبية احتياجات الإنسان الغذائية دون الإضرار بالبيئة، مع ضمان استمرارية الإنتاج للأجيال القادمة. تمام؟ في عندي المكافحة البيولوجية. قال لي أنظمة غذائية تستخدم فيها الكائنات الحية في القضاء على الآفات الزراعية بدلا من استخدام المبيدات الحشرية، ودي الايه المكافحة البيولوجية. قال لي مثال. قال لي استخدام الخنافس خنفسة الدعسوقة بتاعت الكرتون في التغذية على الحشرات المن التي تعد من الآفات الزراعية التي تصيب بها الخضروات. قال لي تسمى البكتيريا والفطريات من الكائنات المتحللة. اشرح يا حبيب قلبي اللي انت فهمته، مش هقول لك تكتب ايه، اشرح اللي انت فهمته. قال لي ما هي دور المحميات؟ المحميات دي بتحافظ على الكائنات من الانقراض، تمام؟ بتحاول بقى ان هي تغذيهم بقى وكلام من ده، وتوفر لهم المناخ المناسب وكده يعني، وما يبقاش فيه تلوث كده يعني. اشرح يا حبيب قلبي، اشرح من قلبك. قال لي شبكة الغذائية. شبكة الغذاء علل نادرا ما توجد سلاسل غذائية منفردة في نظام البيئي، وتقول أن الكائنات الحية يمكن أن تتغذى على أكثر من مصدر في نفس الوقت، التي يكون فيها هو نفسه مصدر لتغذية عدة كائنات أخرى في مستويات الغذائية الأعلى، حيث تدخل وترتبط السلاسل الغذائية مع بعضها لتكوين ما يعرف باسم الشبكة الغذائية. إيه هو الشبكة الغذائية؟ قال لي مجموعة من سلاسل غذائية مرتبطة ومتداخلة معا في نظام بيئي. قال لي يمكن فهم الشبكة الغذائية من خلال دراسة الشكل ده. يعني مثلا اهو انا دلوقتي عشب اكله عندي هنا مثلا ايه، وليكن العشب ده بياكله الارنب، والارنب بياكل الجزرة، والارنب ده بياكله ايه مثلا، بياكله البومة وبياكله الثعلب، وعندك الفار ده بياكل البومة، والطائر ده بياكل البتاع ده الجرادة، والبومة بتاكل الفار. فانت زي ما انت شايف كده، قال لك هنا العشب اتغذى عليه الجراد والبومة، عندك هنا العشب برضو الارنب والبومة، عندك هنا حبوب القمح بيتغذى عليها الفار والبومة، وحبوب القمح برضو بيتغذى عليها برضو الجراد والبومة. قال لي ما هو اثر هجرة الطيور على قلة او زيادة اعداد كل من الجراد والثعالب؟ قال لي ايه اللي هيحصل يا مستر؟ قلت له اللي هيحصل يا مستر هيبقى فيه تزايد اعداد الجراد لقله عدد انواع الطيور المفترسه لها. قال لي يعني يا مستر دلوقتي جم في سنه في مش فاكر في انهي بلد بالظبط، بس قتلوا الطيور، كانوا مفتكرين الطيور دي هي اللي بتولد الجراد، حاجه شبه كده مش متذكر بالظبط. بس المهم الدنيا دي بقت خلاص بقت كلها جراد بسبب ان هم اكلوا قتلوا الطائر اللي هو العصفور اللي هو عندنا البلدي ده، قتلوه. ده بسببه ان هو حصل عندهم ان هو بقى عندهم جراد كتير. قال لي تقلل اعداد الثعالب لكل اعداد الفرائس، ويؤدي النقصان في مصدر الغذاء الى زياده التنافس بين الكائنات الحيه، وهو ما يؤثر على اعداد افراد الجماعات الحيويه. قال لي اثر التغير في اعداد الكائنات المستهلكه. قال لي ممكن يؤدي الى نقصان اعداد الكائنات المنتجه وزياده الكائنات الغير منتجه،
ده اللي هو الكائنات زياده في الكائنات الاوليه. اما النقصان في الاعداد الكائنات المستهلكه الكائنات الثانويه يؤدي الى نقصان اعداد المستهلكات الثالثيه وزياده اعداد الكائنات المستهلكه الاوليه. قال لي س ماذا يحدث يا مستر؟ ماذا يحدث ليه؟ قال لي عند غياب احد الكائنات الحيه المتواجده في نظام بيئي في حاله اتزان. ايه اللي هيحصل يا مستر؟ قلت له اللي هيحصل يا مستر يؤثر على بقيه الفرائس. وايه تاني يا مستر؟ يؤثر على بقيه افراد السلاسل الغذائيه او الشبكه الغذائيه، مما يؤدي الى حدوث خلل في النظام البيئي. تمام. عندي هرم الطاقه. هرم الطاقه ده مستر ده بيبقى بينتقل فيه الطاقه من كائن وكائن. زي ايه مثلا؟ زي عندنا هنا الطاقه الضوئيه. الطاقه الضوئيه دي بياخدها النبات، يروح للمستهلكات الاوليه زي الفئران. بعد كده لما يروح للفئران يروح للمستهلكات الثانويه. كان بعد المستهلكات الثانويه بيروح للمستهلكات الثالثيه، ويكون النسبه بتاعته 100% في المنتجات في كائن المنتج، و10% من المستهلك الاول، و1% من المستهلك الثاني، وواحد من 10 في المستهلك الثالثي. قال لي يتضح من هرم الغذاء ما يلي. فقد هو من طاقه انتقال الكائنات الحيه في اي مستوى الى كائن حي اخر في المستوى الذي يليه. قال لي 90% من الطاقه دي بيتم فقدها في النبات. مقدار الطاقه التي تصل للمستوى الثالث اذا كانت طاقه المستوى الاول تساوي 10 اسمه ده تساوي 1000 وحده طاقه. ايه اللي هيحصل يا مستر؟ هو انا دلوقتي مش احنا اتفقنا ان 90% بتنتقل بس؟ تمام. فانا دلوقتي عندي 90%. طالما قال لي عندي 90% يا مستر، فانا عايز اعرف ازاي هجيب 90%. يبقى كده هننقل 10 على 100 في 1000. 1000 دي يا مستر اللي هي ايه؟ اللي عندي الاساسيه. يعني ممكن مثلا يجي لك مساله وتحط مكانها ال1000 دي. تمام؟ فقال لي هيبقى لي 100. ده في المستوى الاول. طب انا دلوقتي عايز اجيب المستوى الثاني، يبقى 10 على 100 في 100 تساوي 10 بس. نبدأ يا مستر. عندنا الدرس بيقول لي الصفات الوراثية والطفرات. بيقول لي في عندنا صفات وراثية اللي هي بتكون مكتسبة. فاهم يا مستر؟ زي ايه مثلا؟ قال لي دي بتكون عن طريق ايه؟ قال لي بتكون عن طريق من العمليات الحيوية زي التكاثر والتغذية والتنفس. قال لي تتكاثر الكائنات الحية لتنتج أفراد جديدة تشبه الآباء. قال لي يعني أنا دلوقتي أنا هو مستر يوسف، لما أجي أخلف عيل هيبقى شبهي. ليه يا مستر؟ مش هيبقى شبهي مش شرط في الشكل، بس في الصفات بتاعتي. تمام؟ يعني أنت دلوقتي شبه أبوك وأنت شبه والدتك. فاهمين حاجة؟ قال لي علم الوراثة إيه بقى هو مستر علم الوراثة؟ قلت له علم الوراثة هو العلم الذي يدرس انتقال الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء. راجع معايا. علم الوراثة إيه هو؟ العلم الذي يدرس الانتقال الصفات من الآباء إلى الأبناء. إيه هو مستر؟ العلم الذي يدرس الانتقال الصفات من الآباء إلى الأبناء. بدأ لي كده مستر وقال لي تنقسم الصفات السلوكية والسلوكيات الكائن الحي إلى 3 حاجات. قال لي صفات وراثية، وصفات غير أزيرة، وصفات مكتسبة. قال لي زي إيه الصفات الوراثية يا مستر؟ يعني دلوقتي مثلا إحنا عندنا الزرافة دي طويلة. طب ليه يا مستر طويلة؟ قال لي ده صفات وراثية أهو. تمام؟ قال لي تنتقل بعض الصفات الوراثية من الآباء للأبناء دون تعلم، وتسمى بالصفة الوراثية. يعني أنا مش شرط إن أنا أتعلمها عشان أكون اتقنتها وكده. تمام؟ وعشان شرط تكون فيا، لا، هي بتطلع كده عادية. زي مثلا من بشرتك. ناس مثلا عايشين في الصومال وناس عايشين في السودان، ليه بشرتهم سودة؟ وراثية.
زي مثلا عندنا طول الرقبة بتاعت الزرافات، ولون الجلد بتاعهم، وطول الساق. الصفات دي صفات وراثية من جيل لآخر ولا تكتسبها أو تتعلم. قال لي زي ايه الصفات الوراثية يا مستر؟ وايه هي الصفات الوراثية؟ قلت له الصفات الوراثية صفات تنتقل من الآباء إلى الأبناء دون تعلم وتتوارث من جيل إلى جيل آخر. قال لي إيه هي يا مستر الصفات الوراثية؟ صفات تنتقل من الآباء إلى الأبناء دون تعلم، وإيه يا مستر؟ وتتوارث من جيل إلى جيل آخر. يعني إيه يا مستر الصفات الوراثية؟ صفات تنتقل من الآباء للأبناء، وإيه؟ دون تعلم وتتوارث من جيل إلى جيل آخر. كان ندخل على مثلا الأمثلة بتاعت الصفات الوراثية، زي مثلا لون العيون. في عندنا ناس عينيها لونها خضراء، تلاقي في عيالهم لونها اخضر. ليه يا مستر؟ هو صفات وراثيه عندهم كده. في مثلا عندي الاشواك التي تغطي جسم الانفد جسم كله شوك. ليه يا مستر كله شوك؟ هو صفه وراثيه عنده كده. في عندي بعد كده صح مثلا لما تروح السودان تلاقي البنت شعرها مكعبل كده او مجعد. ليه مثلا شعرها مجعد؟ صفات وراثيه، مش هنتدخل احنا مالنا. في عندي بعد كده صفات على السلوكيات الغريزيه او الغريزه. احنا دلوقتي يا مستر تلاقي العصفوره بتبني العش بتاعها. طب ليه يا مستر بتبني العش؟ عشان تحط في البيت. طب ليه تحط في البيت؟ عشان تفقس وكده. تمام. قال لي تقوم الطيور ببناء اعشاشها وتهاجر بعض الطيور الى عام، كل عام من المكان الى مكان اخر، وتنتقل هذه السلوكيات من الاباء الى الابناء. تمام. دون تعلم. يعني دلوقتي الصفات السلوكيه دي ما بتعلمهاش. تمام. الصفات السلوكيه ما بتعلمهاش، وهي الصفات الوراثيه. ركز معايا، الصفات اللي ما بتعلمهاش الصفات السلوكيه غريزيه، هي والصفات السلوكيه، هي والصفات الوراثيه. يعني ايه السلوكيات الغريزيه او الغريزه؟ قال لي هي سلوكيات ومهارات تنتقل من الاباء الى الابناء دون تعلم. قال لي اذكر بعض الامثله على الصفات السلوكيه الغريزيه. تو زي ايه يا مستر؟ قال لي زي نسيج العنكبوت. العنكبوت ده بيفرز البتاع ده بتاعه ليه؟ عشان يحمي نفسه. قال لي هجرة الطيور. ليه هجرة الطيور يا مستر؟ برضه عشان تستقر. فاهمين حاجة؟ في عندي بقى صفات مكتسبة. الصفات دي أنا بتعلمها. تمام؟ زي إيه مثلا؟ زي اللغة. أنت بتتكلم عربي، غيرك بيتكلم أجنبي، غيرك بيتكلم هندي. طب ليه يا مستر؟ دي لغة بتتورث. تمام؟ قال لي بعض الصفات مثل لعب الكرة وتحدث اللغات، دي بتبقى من الصفات المكتسبة. التي يتم اكتسابها من بيئة ولا تنتقل من الآباء إلى الأبناء وتسمى بالصفات المكتسبة. قال لي إيه الصفات المكتسبة؟ قال لي صفات لا تنتقل من الآباء إلى الأبناء ولكنها يتم اكتسابها عن طريق البيئة المحيطة بالتعلم أو التدريب. بالتعلم ولا التدريب. تمام؟ تعالى يا مستر، في عندنا 3 صفات. إيه هو؟ في عندنا صفات وراثية، في عندنا غريزة، وفي عندنا مكتسبة. قال لي دول الاثنين ما بينتقلوش عن طريق التعلم، بينتقلوا كده لوحدهم مش عن طريق التعلم. اما دي يا مستر عن طريق تعلم. قال لي اذكر بعض الامثله على الصفات المكتسبه. تو زي تعلم الطفل المشي. شاف ابوه وامه بيمشوا. تمام. فبدا واحده واحده يحبي، بدا يقوم، بدا يقع، لغايه لما ما بعرف يمشي. قال لي بعد كده ندخل على حاجه تانية
اسمها الكروموزومات والانتقال الصفات الوراثية. قال لي تنتقل الصفات الوراثية من الآباء للأبناء عن طريق المادة الوراثية. المادة الوراثية دي موجودة فينا مستر في الكروموزومات. قال لي تظهر الكروموزومات أو المادة الوراثية دي على شكل أجسام خيطية الشكل، وتوجد في السيتوبلازم الخلية ونواة الخلية. قال لي امتى تكون في السيتوبلازم يا مستر؟ قلت له في السيتوبلازم لما تكون وحيدة الخلية زي البكتيريا. اما امتى مستر تكون حقيقية؟ قلت له مستر لما تكون في اجسام الكائنات الحية زي ايه؟ زي الانسان والنبات وكده يعني. قال لي عرف لي الكروموزومات. قلت له الكروموزومات هي اجسام خيطية الشكل مسؤولة عن انتقال الصفات الوراثية من الاباء الى الابناء. هي اجسام خيطية الشكل مسؤولة عن ايه يا مستر؟ مسؤولة عن انتقال الصفات الوراثية من الاباء للابناء. دلوقتي في عندنا تجربة كده مهمة. معمل عملي، اكتب لك كل اللغات، مفيش حل تاني. قال لي فصص الكروموزومات الموجودة في خلية الكائن الحي. دلوقتي احنا عندنا مثلا الفراولة. هجيب فراولة وهجيب نص كوب مية، ورقة ترشيح، قهوة وأكياس بلاستيك، الأدوات بتاعتنا. الأدوات دي عليك حفظ، خلي بالك في المعمل. قال لي أول حاجة هشيل الورق بتاع الفراولة. بعد كده مستر هنعمل إيه؟ قال لي حطها تحت كيس بلاستيك وهرسها. بعد كده هحضر محلول فصل إيه؟ الكروموزومات. ده هيكون منظف في الأطباق وملح مع مية في كوب بلاستيك. يعني دلوقتي هحط معلقة ملح، وحط معلقتين منظف في أطباق. البريل، عارف البريل؟ بس هو ده. حط الاتنين يا باشا على بعض وكده يكون خلاص عادي هيشتغل معانا. حط يا باشا المحلول، اروح اهرسها تاني. بعد كده اجيب ورقه ترشيح ارشحها. كده اجيب كحول ايثيلي، اشوف عده ثواني تلاقي بص عملت بقى ايه. ايه في ايه؟ شايف الاجسام الخيطيه دي؟ الكروموزومات. قال لي ملاحظه يا مستر. قلت له ملاحظه تكون خيوط بيضاء على سطح الريش تسمى الكروموزومات، والتي يمكن فصلها بخلة الأسنان. قال لي يعني ممكن أطلعها كده عن طريق خلة الأسنان. يمكن استنتاج فصل الكروموزومات اللي موجود في خلايا ثمار الفراولة. قال لي تركيب الكروموزومات. ركز معايا كده عشان الطريقة اللي أنا هقولها لك دي مفيش حد يعرف يشرحها لك غيري. تمام؟ قال لي إيه هي يا مستر؟ قال لي إحنا دلوقتي عندنا كروموسوم. تمام؟ قال لي الحتة اللي في النص دي يا مستر بنسميها ايه؟ بنسميها سنترومير. تمام؟ قال لي طب دي الحته دي كده، الجزء اللي متصل بالسنترومير ده بنسميه ايه يا مستر؟ قال لي بنسميه كروماتيد. تمام. قال لي طب الكروموسوم ده موجود فين يا مستر؟ قال لي موجود في خلايا الكائنات الحيه. تمام يا مستر. قال لي السنترومير نقطه مركزيه وتصل عندها الكروماتيدات كروموسومات. قال لي تركيب الكيميائي للكروموسومات. قال لي الكروموسومات تركيبها الكيميائي تركب من حمض نووي يسمى الدي ان ايه، ملتف حوله نوع من البروتينات يسمى الهيتسونات. قال لي ايه هو الهيتسونات؟ قلت له يا مستر نوع من البروتينات يلتف حولها الاحماض النوويه اللي هو الدي ان ايه. تمام. نوع البروتين يجي لك سؤال س، ما نوع البروتين؟ تقول له هيتسونات. تمام يا مستر.
امسح معايا كده. امسح. قال لي يتكون الحمض النووي الدي ان ايه من اجزاء صغيره تسمى الجينات. قال لي تتكون الجينات دي بقى من ايه يا مستر؟ من وحدات بنائيه صغيره جدا تسمى النيوكليوتيدات. نيوكليوتيدات على هيئه شريطين ملتفين حول بعضهم البعض، ويسمى الشريطين باللب المزدوج. تمام؟ تعال راجع معايا. الحته اللي في النص دي اسمها ايه؟ سنترومير. قال لي طب الحته دي كده يا مستر اسمها ايه؟ كروماتيد. قال لي نوع البروتين اللي موجود فيه اتسونات. نوع البروتين اتسونات. قال لي الجينات ايه هي يا مستر؟ قال لي اجزاء من الاحماض النوويه اللي هو الدي ان ايه الموجوده على الكروموزومات، ايوه، المسؤوله عن اظهار الصفات الوراثيه للكائنات الحيه. قال لي مستر، قال لي الكروموسومات تتكون من حمض نووي اللي هو الدي ان ايه، والدي ان ايه ده بيتكون من جينات، والجينات دي تتكون من نيوكليوتيدات وتوجد على هيئه لب المزدوج. قال لي يتفق افراد النوع الواحد في عدد الكروموسومات. قال لي زي مستر يعني انا دلوقتي بني ادم، وانت بني ادم، وهو بني ادم، كلنا بني ادمين، عندنا 46 كروموسوم، تمام، متفقين في عددهم. تمام يا مستر. يعني دلوقتي قال لي عندي الانسان عنده 46 كروموسوم، والنحل عنده 32 كروموسوم، ونبات الذرة ده عنده 20. تمام. قال لي مين المعلم بقى اللي كان مسؤول عن الصفات الوراثيه معلم، ومين كان بيعمل لنا بقى الكلام ده؟ المعلم مندل اخونا محترم، كان قعدنا على القهوه من يومين يومين، وانا اللي خليته حط الجزئيه في المنهج، جزئيه سهله وبسيطه. قال لي اولا الجينات والطفرات. قال لي دور الجينات في اظهار الصفات الوراثيه، يعني مثلا لما تيجي واحد تقول لواحد انت واخد من جينات ابوك، انت واخد من جينات امك، انت واخد من جينات عمتك، كده يعني. قال لي تنتقل الصفات الوراثيه من الاباء الى الابناء عن طريق الجينات، حيث يرث الفرد نصف جيناته الوراثيه من الاب، والنصف الاخر من الام. يعني انا دلوقتي برث نص جيناتي من امي ونص جيناتي من ابويا، يعني الذكاء باخده من مين؟ باخده من امي، والطول والكلام من ده باخده من ابويا كده. قال لي كيف تؤدي الجينات وظيفتها؟ قال لي ازاي بتعمل الجينات وظيفتها؟ قال لي عن طريق عمل إظهار الصفة الوراثية وإطلاق عليها فردية. عن طريق إطلاق الصفة الوراثية وإطلاق عليها فردية. جين أو إنزيم. قال لي الجين الواحد تحول لإنزيم واحد. فردية جين واحد إنزيم واحد. قال لي كل جين ينتج إنزيما خاصا. كل جين واحد بينتج إنزيم. كل جين بينتج إنزيم. هذا الإنزيم مسؤول عن حدوث تفاعل كيميائي. قال لي يؤدي هذا التفاعل الكيميائي إلى تكوين البروتين. إيه كان نوع البروتين اللي موجود في الكروموسومات؟ قول لي يا باشا يلا. اسمه إيه؟ اتسونات. شاطر. قال لي الذي يظهر الصفة الوراثية محددة. قال لي الجين ينتج إنزيما مسؤولا عن حدوث التفاعلات الكيميائية ينتج عنه بروتين يعمل على ظهور الصفة الوراثية المحددة. علل. تختلف الجينات الموجودة في الكروموزومات الواحدة بسبب اختلاف ترتيب النيوكليوتيدات الموجودة على الحمض النووي. قال لي يعني هو اللي بيختلف المستر بسبب عدم الترتيب بتاع ده النيوكليوتيدات. قال لي ما النتائج المترتبة على اختلاف الجينات الموجودة في الكروموسومات
قلت له يؤدي اختلاف الصفة الوراثية المسؤولة عنها كل جين. قال لي ثانيا الطفرات. قال لي ايه هي الطفرات؟ قال لي عندما يحدث تغير في ترتيب النيوكليتيدات المكونة للجين يؤدي إلى تغير في طبيعة الجين. يعني دلوقتي لو غيرت ترتيب النيوكليتيدات هيتغير إيه يا مستر؟ طبيعة الجين. قال لي تتغير الصفة الوراثية المسؤولة عنها في هذا الجين وتظهر الصفة الجديدة فيما يعرف باسم الطفرات. قال لي أو الزميل أوف طفرات. إيه هي الطفرات يا مستر؟ قلت له يا مستر تغير في طبيعة الجين ويؤدي إلى تغير الصفة الوراثية المسؤولة عنها وظهور صفة جديدة لم تكن موجودة من قبل. قال لي اذكر أمثلة على الطفرات. قلت له تلاقي في ناس صوابنا مولودين ب6 صوابع، دي طفرة. تلاقي بقرة توزن 500 طن، ده بقرة كبيرة شبهك كده اللي بتتفرج عليا، شبهك كده ومذاكر كويس، لا بقرة ضخمة. طب يا مستر ده سوي ايه جين؟ قال لي علل. ولدت بعض الأطفال بكف تعمل 6 صوابع. قلت له بسبب حدوث تغير في طبيعة الجين المسؤول عن عدد الأصابع في نتيجة ترتيب النيوكليتيدات المكونة له. قال لي أنواع الطفرات. قال لي في عندي طفرات تلقائية طبيعية وفي عندي طفرات مستحدثة. قال لي ايه هي الطفرات التلقائية الطبيعية؟ قلت له الطفرات التي تحدث بشكل طبيعي دون تدخل الإنسان. طفرات التي تحدث بشكل طبيعي دون تدخل الإنسان، دون تدخل الإنسان. يعني مثلا ايه؟ ولادة أم سوداء البشرة لابن هو الألبينو، اللي هو الألبينو، تمام؟ ودلوقتي في عندنا الطفرات التي تحدث تدخل الإنسان زي إيه مثلا مستر؟ إنتاج دجاجة بلا ريش في المناطق الحارة لتوفير الطاقة الكهربية المستخدمة في تكييف المزارع. احنا دلوقتي بيخلوا الفراخ دي تولد من غير شعر، متخيلين؟ ليه يا مستر؟ بسبب الطاقة الكهربية. قال لي تأثير الطفرات. قال لي في عندي أنواع، ممكن الطفرات دي تكون ضارة، ممكن تكون نافعة، ممكن تؤدي إلى الوفاة. قال لي أنواع الطفرات يا مستر حسب تأثيرها. قال لي في طفرات ضارة، في طفرات مميتة، وفي عندي طفرات مفيدة. إيه يا مستر الطفرات الضارة؟ قلت له الطفرات الضارة دي طفرات تحدث بشكل طبيعي دون تدخل الإنسان. طفرات تحدث بشكل طبيعي دون تدخل الإنسان ويكون لها تأثيرا ضارا. زي مثلا تشوه وجاك العمود الفقري. دلوقتي في ناس أعزكم الله، ربنا يعافينا ويعافيكم، يعني تحس ان في عندها تشوه في العمود الفقري، عندها عوجاج كافي، تحس انها ماشيه كده. ده مستر بسبب ان هي عندها طفره ضاره، تحس الناس دي ما بتعرفش تتحرك. في عندي بقى طفرات مميته، زي الطفرات المميته مستر اللي هي بتاعت ضمور العضلات، عزنا وعزكم الله. دي بتكون موجوده بشكل كبير عند الاطفال حديث الولاده. في عندي الطفرات المفيده تحدث بشكل طبيعي أو نتيجة تدخل الإنسان ويكون لها تأثيرا مفيدا كالتالي. قال لي زي ايه مثلا؟ قال لي تغير لون البشرة لتناسب مع البيئة. يعني مثلا دلوقتي أنت وليكن واقف في الشمس، هتسمر ولا مش هتسمر؟ هتحمر. بعد ما تحمر تلاقي وشك اسود، اللي هي مستر، عشان تتكيف مع البيئة بتاعتك، عشان يكون وجه كده خشن يعرف يستحمل درجة الشمس القاسية دي. قال لي الأشخاص الذين يعودون في البلدان يكون لهم في البلاد الباردة يكون لهم بشرتها فاتحة، ليه يا مستر؟ مما يساعدهم على امتصاص فيتامين د. يعني دلوقتي في الأماكن الباردة، الأماكن دي يا مستر بيكون موجود فيها الأشخاص بشرتهم فاتحة، ليه؟ عشان يمتصوا فيتامين د.
قال لي طفرات مفيدة تحدث تدخل الإنسان زي المستحدثات. قال لي إنتاج ثمار بدون بذور زي الليمون. إنتاج ثمار بدون بذور، سبحان الله. وإنتاج نبات قمح لا يصاب من مرض صدأ القمح. شايفين المرض ده؟ المرض ده اسمه صدأ القمح. قال لي التكامل مع العلوم والزراعة. قال لي ابتكر المزارعون تقنية زراعية جديدة يتم فيها وضع بعض الثمار في قوالب لها أشكال معينة أثناء نمو النبات، مما يجعلها هذه الثمار تأخذ شكل القالب. وهذه تقنية لا تعتبر طفرة. البطيخة بتاعت اليابان أهي، ده تقنية وليس طفرة. في عندي بعد كده تطبيقات حياتية. طفرة تحمل سكر الجلوكوز. قال لي تعد طفرة سكر اللاكتوز قصدي سوري، تعد طفرة تحمل سكر اللاكتوز من أمثلة الطفرات الطبيعية في الإنسان، مثل تحول سكر اللاكتوز الموجود في اللبن ومنتجات الجبنة والزبادي إلى سكريات أبسط يسهل امتصاصها بالجسم. وبعض الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل سكر اللاكتوز يشعرون عند شرب اللبن أو تناوله، أو بمعنى مضغ أو غثيان ناس كده يعني. تمام. وبكده الدرس ده السمستر كان بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن دورة المية. ماشي؟ قال لي هو انا عندي المية، قال لي المية عندي بتشكل 71% من ايه يا مستر؟ مساحة سطح الأرض أو من تركيب سطح الأرض. قال لي لما 29% اللي هما باقي ال 100% دول بيكونوا مية، بيكونوا يابس. تمام. قال لي يشكل الماء حوالي 71% من تركيب سطح الارض، بينما يشكل اليابس 29% من تركيب سطح الارض. قال لي ينقسم الماء الموجود على سطح الارض لحاجتين، ميه مالحه وميه عذبه. ميه فيها ملح والثانيه ميه عاديه. الميه اللي احنا بنشربها دي ميه عاديه يعني اهو، دي كده ميه عاديه. اما الميه اللي في البحر ميه مالحه. قال لي تمثل الميه المالحه دي 97% من نسبة المياه على سطح الأرض، وتوجد في البحار والمحيطات. قال لي يعني معنى كده إن البحار والمحيطات أكبر من نسبة تواجد الأنهار؟ قال لي أيوه يا مستر. عندي بقى كده المياه العذبة أو المياه العذبة تمثل 3% من نسبة المياه على سطح الأرض، وتوجد في الأنهار والمياه الجوفية ومياه الأمطار. قال لي يعني معنى كده إن مياه الأمطار دي ما فيهاش ملح؟ لا يا مستر ما فيهاش ملح. طب المياه الجوفية هل فيها ملح؟ لا، ممكن يكون فيها ملح وممكن ما يكونش فيها، بس هو الاساس اللي عندنا في المنهج لا ما فيهاش. قال لي مستر يجب الحفاظ على المياه العذبة وترشيد الاستهلاك لضمان استدامته في المستقبل. يعني دلوقتي انا بحافظ على شويه المياه اللي عندي دول عشان استخدمه في المستقبل، اعملهم حاجه تانية بدل ما الاقيش المياه دي. قال لي ضمن نطاق درجات الحراره المعروفه على سطح الارض، وطبعا ده بيمثل لي في عندي 3 حالات للميه: صلبه وسائله وغازيه، وده على حسب درجه الحراره بتاع كل واحده فيهم. ممكن مثلا تتجمد من 0 ل4 تكون متجمده، او عند درجه 0 بتكون متجمده. مثلا عند درجه 10 بتكون سائله، عند درجه 100 بتكون متبخره. ماشي. قال لي استخدامات المياه، قال لي الشرب اشرب منه. قال لي طب والزراعه يا مستر؟ والصناعه والنظافه. يعني النظافه بستحمى، الصناعه بعمل بيه ممكن مثلا اي حاجه نستخدم الماء في كل الشغلانات حرفيا. قال لي انتقال الماء من سطح الارض الى الهواء الجوي بيتم عن طريق عن 3 حاجات. قال لي التبخر والتكثف والهطول. قال لي اول حاجه عندي التكثف.
التبخر. قال لي التبخر بنحول الحاله بتاعت الميه العاديه السائله دي لحاله الغاز عند اكتساب الحراره. تمام. قال لي دلوقتي يا مستر عندي انتقال الماء من سطح الارض الى الهواء الجوي. في عندي كوبين كميتين متساويتين، تمام، وعندي شريط مطاط وعندي سلوفان وقلم الوان. قال لي هنستخدم القلم ده في تحديد مستوى الميه في الكوبين، يعني هعمل كده ونعمل كده، تمام، وهنحط عليهم واحد حرف ايه والتاني حرف البي وهنكون بتغطيتهم، تمام. قال لي الملاحظه، قال لي يتبخر الماء في كلا الكوبين وتكون قطرات الماء على السطح الداخلي للسلوفان تقل كميه الميه، يعني هنا هيكون في ميه السطح الداخلي للسلوفان، وتقل كمية الماء الموجودة في الكوب A، بينما كمية الماء الموجودة في الكوب B تظل ثابتة لا تتغير. قال لي استنتاج، قال لي يعني توفر أشعة الشمس الحرارة اللازمة لتسخين المياه، تحول البخار وعملية التبخر تتحول المياه من الحالة السائلة للحالة الغازية. قال لي عند اكتساب الحرارة فينتقل الماء من سطح الأرض إلى الهواء الجوي. قال لي الفرق بين عمليتي التبخر وعملية الغليان. قال لي ايه الفرق يا مستر؟ قال لي تختلف عمليتي التبخر الماء عن عملية الغليان كالتالي. قال لي عملية التبخر وعملية الغليان، قال لي عملية التبخر لجزيئات سطح الماء فقط، تمام. قال لي اما بالنسبة للغليان، قال لي عملية الغليان تحدث لجميع جزيئات الماء عند درجة حرارة معينة واللي هي 100. قال لي اما هنا التبخر دي بتحدث عند اي درجة، يعني ممكن مثلا تحدث عند 10 20 30. قال لي مستر علل تعد درجة الغليان خاصية مميزة للمواد النقية وليس التبخر. قلت له مثلا درجة الغليان دي تحدث عند درجة حرارة معينة، اما التبخر ده بيحدث عند اي درجة، تمام. يعني ممكن مثلا تبخرت عند درجة 40، انت دلوقتي انت بتستعمل ميه سخنة، بص على السخان تلاقيه درجة الحرارة 40، هتلاقيه طالع بخار، فده تبخر. هل الميه مغليه؟ لا، اقدر استحمى بيها عادي بس هي مش مغليه، تمام، لان لو مغليه مش هقدر احطها على جسمي هتشوه. قال لي تاثير الشمس على عمليه التبخير. قال لي تختلف عمليه التبخير في المناطق القطبيه عن المناطق الاستوائيه كالتالي. قال لي المناطق القطبيه، قال لي يقل معدل التبخر فيها في المنطقه القطبيه السبب وجود هو سقوط اشعه الشمس مائله على المناطق القطبيه، ويؤدي إلى توزيع الأشعة الشمس على مساحة أكبر من سطح الأرض فتنخفض درجة الحرارة ويقل معدل التبخر. قال لي بمعنى أصح يا مستر الدرجة هناك واطية، فأكيد يعني هتبقى معدل التبخر بتاعه يكون قليل. قال لما هنا في المنطقة الاستوائية الدنيا حارة، الشمس بتتعامد عموديا حرفيا، تمام. قال لي في المناطق الاستوائية، قال لي يزيد معدل التبخر في المناطق الاستوائية لسبب سقوط أشعة الشمس عموديا على المناطق الاستوائية. قال لي فترتفع درجة الحرارة ويزيد معدل التبخر. قال لي عندما يفقد بخار الماء الحرارة فيتحول من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة، تمام، بما يعرف بعملية التكاثف أو التكثف. يعني التكاثف دي صح والتكثف كده صح، بس أنا بحب أكتبها التكثف كده، ماشي. قال لي عملية التكاثف أو عملية التكاثف هو تحول الماء من الحالة الغازية للحالة السائلة عند فقد درجة الحرارة. يعني دلوقتي ممكن نعمل حاجة كويسة، نسخن شوية مية أهي، تمام، نسخن شوية مية مستر، وهنعمل إيه؟ ونجيب دلق تاني، تمام، وهنجيب سطح مائل كده. قال لي نسخن المية هتبقى بخار، نكثف البخار ده، تمام، فينزل كده على سطح السطح المائل ده فيصب لي فين؟ في الدورة. فدي عملية اللي حصلت من السطح المائل دي والدورة التاني، دي عملية اسمها عملية التكاثف أو التكثف. قال لي في عندي حاجة مهمة. لإيه يا مستر المهم ده؟ للعملي.
قال لي هنجيب كوبين اهم، في ايه طيب؟ ملبوسه ملبوسه والله. قال لي جبنا كوبين، مكعبات ثلج ومناديل وورق. قال لي يا مستر، قال لي امسح السطح الخارجي للكوبين بتاعت المنديل، هتلاقي ان الميه بتاعت التلج دي بعد شويه بدات تشبر، فده بيحدث لها عمليه تكثف ولا لا يا مستر؟ قال لي يا مستر يحدث لها عمليه تكثف. وهي الثانيه اللي أنا قلت لها عليكم، اهو قال لي بعد كده عندي عمليه الهدوء. قال لي هو تحرك المياه على كوكب الارض في نظام مغلق، فمثال مثلا عندي ماء المسطحات المائيه كالمحيطات والبحار والانهار والبحيرات، يعني ياتي من هطول الامطار، يعني من نزول الامطار، تمام، على سطح الارض. قال لي تتبخر الميه المسطحات المائيه دي ثم تتكثف مره اخرى لتكوين الامطار. عندي بحر اهو، تمام، وعندي شمس هنا صن، بتضحك يا عم، حلوه وجميله اهي، شمس بتضحك اهم حاجه، وبحر اهو، تمام. فعندك نغير اللون كده مستر، عند مستر هينزل لي اشعه الشمس كده عليها، تمام. بعد ما نزلت لي اشعه الشمس كده عليها مستر، هيحصل لي ايه يا مستر؟ قال لي في ذرات هتتبخر، او في ميه عادي هتتبخر، مش هنا في سما؟ في سما صح؟ هتطلع عند السما، اطلع 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 مستر، وتقعد تكثف 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 تكثف، ماشي. بعد ما طلعت يا مستر، طلعت اتكثفت لي في هيئه سحب. السحب ده يا مستر تقعد تتكون 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 لغايه لما ايه؟ تنزل تاني، تنزل لي تاني. فكده اصبح البحر او المسطحات المائيه دي نظام مغلق ولا مش نظام مغلق؟ ركز يا متعلم يا بتاع المدارس، ايوه نظام مغلق. قال لي ثانيا دوره المياه في الطبيعه. قال لي تتعدد مصادر خارجيه، مصادر بخار الميه في الطبيعه كما يلي. عندي مصادر بخار الميه في الطبيعه: عمليه التبخر والنتح في النبات. النتح ده بيكون في النبات بس، ماشي. عمليه فقد النباتات للميه في صوره بخار الميه، وعمليه التبخر بتاعت الميه للعرق الذي يفرز الانسان والحيوان. قال لي دوره الميه، قال لي دوره الميه بخار الميه يكون الموجود في الهواء مرة أخرى على شكل الأمطار خلال دورة المية. قال لي دورة المية إيه هي يا مستر؟ قلت له عملية طبيعية تضمن حركة المياه بين الهواء الجوي والأرض في دورة مغلقة ومتعددة المسارات، ماشي. كافي عندي حرارة الشمس. قال لي تعمل الشمس على تحريك المية من الأرض إلى الهواء خلال عملية التبخر. قال لي اما قوه الجاذبيه تعمل قوه الجاذبيه على استعاده المياه الامطار خلال عمليه الهطول. يعني دلوقتي المياه لو بتشتي، الدنيا بتشتي، لو مفيش الجاذبيه عمرها ما تنزل على الارض، هتطلع لفوق تاني، او هتسيح، هتمشي كده عاديه. قال لي علي سقط الثلوج بدل من المطر في المناطق البارده. قلت له مثلا لان درجه حراره السحب تكون اقل من درجه حراره التجمد.
ماشي. قال لي ماذا يحدث عند تجمع بلورات الثلج الصغيرة في وقت حدوث العواصف الرعدية؟ قال لي ايه اللي هيحصل؟ يهطل البرد او يحل البرد. قال لي تطبيقات حياتية. قال لي تحلية مياه البحر. ايه اللي بيحصل يا مستر؟ عندي في المعمل بتاع المدرسة فمية البحر ايه؟ تمام؟ ايه اللي بيحصل هنا يا مستر؟ قلت له يا مستر بيحصل حاجتين. قال لي دلوقتي عندي مية البحر وده هنا عندي البخار. تمام؟ قال لي تنزل الشمس، تنزل لي على مية البحر، تكثفهولي، يبقى هنا الملح، تستخدم المية دي. تمام؟ قال لي ودي لما نكون عندنا مشكلة في المية العذبة، يعني عندنا المية العذبة 3%. تمام؟ فأنا عايز أزرع وعايز أعمل حاجاتي، فبستخدم اللي هو إيه؟ تحلية مياه البحر. قال لي الأنظمة والنماذج. قال لي يشكل الماء نظاما بيئيا شاملا متكاملا يحتوي على عدة مسارات مترابطة وتؤدي إلى حدوث تغيرات دورية في الحالات الفيزيائية. تمام؟ إنه كل شوية في حالة. قال لي تتفاعل المسارات المختلفة بشكل دوري خلال دورة الماء. وقال لي ويوضح نموذج دورة المية العلاقة المتبادلة بين مكونات النظام وتأثيرها على البيئة مما يدعم لن العمليات الطبيعية ويساعد على التنبؤ بتغيراتها المستقبلية. فكافي عندي تأثير استخدام المفرط للمياه العذبة. عنا وبمعنى صح كل حاجة وحشة اللي هيحصل. قال لي يجب علينا الحفاظ على استخدامات المواد المياه العذبة ان هي 3%. تمام؟ ان هي صغيرة. قال لي ان استخدام المفرط للمياه العذبة يؤدي الى استنزاف الموارد الطبيعية، تهديد توفر المياه مستقبليا، ويؤدي سلبا على البيئة من خلال جفاف الأنهار والبحيرات وتراجع المياه الجوفية. قال لي كيف يمكننا الحفاظ على استدامة مواد المياه العذبة. قلت له ترشيد استخدام المياه، نشر الوعي، إعادة استخدام المياه، استخدام الأدوات والأجهزة الموفرة للمياه.